طبعا مؤسس جماهير الاهلي دائما عن قرب اكيد بتكون حاضنه للمواهب اللي عندهم قدرات خاصه في كره القدم، وان شاء الله طبعا بيكونوا خير اختيار للشباب طبعا اللي اختاروهم اللي يمثلوا مؤسس جماهير الاهلي، وان شاء الله بيكون لهم مستقبل كتير كبير ضمن الفرق المصريه المحليه. راح نتعرف على اثنين من البراعم اللي تم اختيارهم جديد ضمن اللقاءات اللي كان فيها اختبارات في بدايه الاسبوع. اتعرف عليك. احمد محمد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت اختاروك امتى في الاختبار؟ السبت اللي فات. يوم السبت. وان شاء الله هتلعب في الدوري ولا بس اختيار مبدئي؟ مش عارف بصراحه. لسه. طيب تمام، ان شاء الله احنا نتمنى لك انه يكون في ليك مباراه قادمه ان شاء الله. تعرف عليك. هادي سعيد اسماعيل. ازيك؟ الحمد لله. انت طبعا اختاروك كمان ضمن الاختبارات؟ يوم السبت اللي فات. تمام ان شاء الله. طب هم قالوا لك هتلعب في الدوري ولا لسه ما فيش كلام؟ وان شاء الله لسه في كلام، بس ان شاء الله هحاول اشارك في ماتش يوم السبت ان شاء الله. طيب كلمه اخيره لزملائك اللي هيلعبوا ان شاء الله يوم الجمعه والسبت. اتمنى لنا ولهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره بقى. اتمنى لهم التوفيق وربنا يكرمهم ويكسبوا ان شاء الله. واحنا كمان بنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. باسمنا كمان بنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه لحتى يقدروا يعطوا مصر اكثر واكثر في كره القدم. خليكم معنا واستاد الجماهير. ورجعنا لكم ومكملين معاكم واستاد الجماهير. كمان بنضموا لنا براعم جداد ان شاء الله راح يكون لهم دور في لعب اتحاد كره القدم في يوم الجمعه والسبت القادم. اتعرف عليك. نور فضل نايف. ازيك يا نور؟ الحمد لله. انت هتلعب يوم الجمعه مع مين؟ مع انترناشونال. طيب انت بتتامل يعني حاطط في بالك انه ان شاء الله هتجيبوا كام جول؟ 3 ان شاء الله. 3 ان شاء الله. طيب معانا حد جديد كمان اتعرف عليك. يوسف محمد فتحي. ازيك يا سيف؟ يوسف محمد فتحي. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. انت اختاروك جديد؟ لا قديم. انت قديم. بلعب معاهم. لعبت قبل كده يعني؟ لعبت ماتش الزمالك وكسبنا طيب. 2-0. تمام. انت كنت مع ماتش الزمالك اللي كان في بدايه الاسبوع. طب هتلعب يوم الجمعه والسبت ولا لسه؟ لسه يعني الخطه بنشوف تاني. تمام. عشان في عيال جديده برضه لسه لعيبه. طب بتقول ايه لزملائك اللي هيلعبوا ان شاء الله؟ ان شاء الله يوقفوا ونجيب جوان تاني ان شاء الله. احنا كمان نتمنى للجميع التوفيق. مكملين معاكم استاد الجماهير، كاميرا استاد الجماهير معاكم اليوم مع كل الفرق. خليكم معنا وتابعونا. ومكملين معاكم استاد الجماهير. معانا كمان شاب ان شاء الله بنشوفه في المستقبل يعني نجم كره مصريه. اتعرف عليك. اسمه محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انت اختاروك جديد ولا هتلعب في الدوري؟ لا العب في الدوري. هتلعب يوم السبت ولا الجمعه؟ السبت ان شاء الله. طب انت يا محمد بتقول ايه للفريق المنافس؟ ممكن نكسبه ونكسب. يعني احنا بنقول انه في ورانا رجاله وان شاء الله يعني ناس قويه، صح؟ انت مركزك ايه في الفريق؟ وسط. يعني ممكن نقول انه الوسط جامد يعني ولا في لا حلو. طيب تمام. بتقول ايه لزملائك اللي هيلعبوا معاك ان شاء الله؟ ممكن يا رب نكسب الماتش الجاي ان شاء الله. شكرا لك يا يوسف. نتمنى لك اكيد مزيد من التقدم والنجاح، وبنتمنى لكل الفرق ان شاء الله تابعه لنا انه دائما يفوزوا ويحرزوا اهداف وتكون النتائج اكثر كمان من التامل. شكرا لكم. مكملين معاكم، خليكم معنا. مشاهدينا الاعزاء مكملين معكم ورجعنا لكم من بعد الفاصل. احنا معكم استاد الجماهير، وطبعا اكيد مؤسس جماهير الاهلي اثرت الا انه تضم لها براعم جداد عندهم موهبه الكره، وان شاء الله كمان لهم مستقبل على الصعيد الكروي، وبنتامل انه مش بس يكون على الصعيد المحلي لكن لهم يكون مستقبل على الصعيد الدولي وكمان العالمي. راح نشوف البراعم الجديده يلي انضمت لجماهير الاهلي واللي ان شاء الله راح يكون لهم دور. حنشوف انه حيلعبوا في الدوري ولا لا. اتعرف عليك. حازم. ازيك يا حازم؟ كويس. انت هتلعب في الدوري؟ ايه. هتلعب يوم ايه ان شاء الله؟ يوم الجمعة ويوم السبت. تمام. بتقول ايه للفريق المنافس؟ انه يلعب كويس وموي يلعب خشن، يلعب منافس قوي ويلعب حلو. تمام. يعني انت هيكون مركزك ايه ان شاء الله؟ هجوم. انت هجوم. يعني نطمن المنافسين انه عندنا هجوم قوي ولا هجوم نص نص؟ قوي. طب بتتامل ان شاء الله انكم تجيبوا كم هدف؟ 3 اهداف. طب معنا من احد البراعم كمان اللي تم اختياره من فتره ولا خالد؟ ازيك؟ الحمد لله. خالد، انت تم اختيارك من وقت طويل ولا عن جديد؟ لا من شويه كده، يعني بقالي 2 أسبوعين كده. اسبوعين. طب شو مركزك انت في الفريق؟ باك يمين.
يعني نطمن الفريق الثاني انه الباك يمين عندنا فيري جود يس. ان شاء الله. طب انت حتلعب يوم الجمعه ولا السبت؟ الجمعة. الجمعه. طيب بيني وبينك يعني هو الفريق المنافس مش سامعنا، بس انت ايش بتقول له؟ اللي انتوا تبقوا اقوياء واحنا ممكن نقدر نكسبكم وانتوا فرقة كويسة. تمام. يعني انت كده متأمل تجيبوا كام جول ان شاء الله؟ 4. 4. احنا ان شاء الله بنتامل انه يعني امنيه البراعم تكون كمان على ارض الواقع النتائج تكون اكثر من 4 اهداف، وبنتامل لكم وبنتمنى لكم مستقبل كثير قوي ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، مكملين معاكم استاذ الجماهير.